السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين وبخير وبصحة وسعادة وسلامة يا رب العالمين. صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتعالوا هنعمل وجبة سحور مختلفة وسهلة وطعمها حلو قوي. هيطلبوها منك على الفطار كمان، مش بس في السحور، في رمضان وغير رمضان هتعتمديها بإذن الله. وصفتنا النهاردة عبارة عن بطاطس بالبيض والموتزاريلا، وهنزلك كل المكونات اللي انا بقولها وهستخدمها في الوصفة. هتلاقيها دلوقتي على الشاشة وهتلاقيها في صندوق الوصف. اللي معرفش مكان صندوق الوصف، جنب العنوان هتلاقي كلمة المزيد، اضغطي عليها هيظهر لك صندوق الوصف. معايا كيلو من البطاطس، قطعتها شرايح رفيعة وبعدين صوابع رفيعة، والبصلة كبيرة او 2 وسط لكيلو البطاطس. هقطعها بنفس السمك اللي انا قطعت بيه البطاطس، عشان كل حاجتنا يبقى سوا واحد وسمك واحد كده. ومعايا ربطة من البقدونس. حابة تغيري نوع الخضار، الطعم اللي انت بتفضليه حطيه، سواء بقدونس سواء كزبرة سواء فلفل اخضر، شبت، اللي انت بتحبيه حطيه. غسلتها كويس جدا ونشفتها وقطعتها، احطها في طبق وهستخدمها دلوقتي على مرحلتين. ومعايا أربعة بيض. طبعا الكمية اللي انا بستخدمها، يعني انتوا لو فردين مش هتستخدمي قد اللي بياكلوه 6 أو 4. تقدري تعملي بطاطسيتين بيضتين وتقللي في الكمية اللي انا بستخدمها طبعا. وهستخدم ملح وفلفل كده، وبعدين واحنا ماشيين هنستخدم كاري وبابريكا. هنا حطيت معلقتين كبار من الزيت، وحطيت عليهم مكعب كبير من الزبدة، ونزلت بالبصلة. انا مش هحمرها ولا هديها لون ولا اي حاجة، مجرد البصلة ما تدبل تشويحة كده بسيطة، تدبل البصلة وهنزل بالبطاطس عليها. هقلب البطاطس وبعدين هضيف البقدونس، وهحط نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وهحط معلقة صغيرة من الملح. احنا لسه هنحط ملح وفلفل تاني مع البيض لما نضربه. ودي نص معلقة صغيرة من الثوم. هضيفها كده وهقلب، هغطي دقيقة، وهشوف دلوقتي هنسويها بحاجة تاني كمان هنحطها. دي مفيش دقيقة، اقل من دقيقة، لان طبعا احنا معليين النار علشان البطاطس تستوي كده وتبقى حلوه. هنا حطيت نص معلقة صغيرة من الكاري ونص معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. وعلشان تكمل السوا هحط لها نص كوباية من المية ونص كوباية من اللبن. هحطهم كده وهقلبهم وهغطي عليهم. طبعا البطاطس لما تستوي في اللبن بجد طعمها، الوصفة دي حلوة قوي. يعني اعمليها بنفس الخطوات اللي انا عاملاها وبنفس الطريقة، وحطي لها موتزاريلا كده وبقدونس وشوفي طعمها هيبقى ازاي. بجد حلوة جدا جدا. عايزاكي تقوليلي بقى بتابعيني من اي بلد في الكومنتات. انا شايفة في الاحصائيات بتاعة الفيديوهات ان في متابعين من العراق ومن السعودية، برحب بهم كلهم. وطبعا مصر، مشرفيني ومنوريني دايما. هنا هضرب 4 بيض. وطبعا هنا بقولك اهو كانت البطاطس خلاص استوت وشربت المية واللبن اللي احنا حطيناهم، وبنزل على البيض. انا في المرحلة دي خلاص بقى مش بقلب عشان يبقى قرص كده جامد يعني، ماسك نفسه. بنزل بالبقدونس وعليه الموتزاريلا بتخلي طعمها وشكلها حتى وريحتها حلوة جدا. كده خلاص جهزت معانا الوصفة، في دقايق هتعمليها وانتي واقفة بكل سهولة، بس بشكل مختلف. هتقدمي، احنا عملنا بيض بالبطاطس بس بشكل جديد ومختلف وطعم مختلف وحلو قوي. بجد ولادك هيحبوها. يعني انت لو حابة تعمليها كمان وتعمليها في سندوتشات فينو هتبقى حلوة قوي. لو حابة تعملي فطار سحور خفيف يعني مع حاجة كده يشربوها هتبقى حلوة. وانت ممكن تكتفي بيها اساسا، يعني هي فيها بيض وفيها بطاطس وفيها بصل، فيها كل الحاجات اللي احنا محتاجين فيها قيمة غذائية. اتمنى انك انت تشرفيني في القناة وتنزلي تشوفي كل حاجة مقدمينها فيها، تلاقي حلو وحادق ووصفات حلوة قوي قوي ان شاء الله تنال على رضاكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.